هو ليه الناس رغم التطور اللي العالم فيه كل يوم إلا إنها خايفة من التطور؟ أكتر حاجة تخوفك فعلا في الحاجات اللي بتتطور يوميا هي الذكاء الصناعي. في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي اشتغل العالم جابر بن حيان بعلم التكوين أو ما يسمى بعلم التوليد، يعني محاولة إنشاء حياة صناعية. وكان في محاولات كتير لإنشاء أجسام بتتحرك بصورة أوتوماتيكية. إجا بعد كده العالم الجذري في القرن الثالث عشر الميلادي وصنع فرقة موسيقية كاملة من 4 عازفين ميكانيكيين بيشتغلوا بشكل أوتوماتيك، وكمان بتقدر تبرمجهم إنهم يعزفوا مقطوعات موسيقية معينة. واخد بالك أنت؟ ده في القرن الثالث عشر الميلادي. طب السؤال اللي المفروض يتسأل دلوقتي واللي أكيد جه في دماغك هو إيه الهدف أصلا من الذكاء الصناعي؟ الهدف الأساسي للمجال ده هو إنهم يوفروا آلات ذكية بتساعد البشر في الحياة والأعمال المختلفة. طب ما كويس أهو، الناس غرضهم نبيل، أمال إيه بقى؟ لا، ده كان الهدف اللي هم قالوا عليه، لكنه غير صحيح إطلاقا. في 2017 بدأت شركة ويمو الأمريكية في تجربة أول خدمة تاكسي بلا سائق، واللي اشتغلت فعلا في ولاية أريزونا سنة 2020. وفي نفس السنة اللي هي 2017 ظهر نوع من الآليين اللي شكله محاكي تماما لشكل البشر، واللي بيطلق عليه هيومونايد، واللي أشهرهم الآلية صوفيا. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. If my mind is different, then am I still Sophia? الغريب ان صوفيا اخذت الجنسية السعودية وكمان بتحصل على كل الحقوق البشرية اللي ممكن تتخيلها. بس التطور الصناعي ده موقفش لعند صوفيا، لا ده اتطور بعد كده. اصدرت شركة IBM مشروع اسمه مشروع المجادل، وهو عبارة عن حاسوب بيقدر يجادل البشر في قضايا كتير منطقية ومختلفة. وانت اكيد دلوقتي جه في دماغك سيناريو فيلم ماتريكس، لكن ما خبيش عليك اللي هتسمعه دلوقتي فاق توقعات مؤلفين ماتريكس اصلا. بحلول 2030 وفقا لمنظومة أكسفورد إيكونومكس للتحليل الاقتصادي بتقول إن أكتر من 20 مليون وظيفة في التصنيع هيتولاها الروبوتات وهيتم الاستغناء عن البشر. وأحب أقولك إنه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي البشر بيتولوا 80% بس من الوظائف على مستوى العالم في مقابل الآلات، لكن الرقم ده متوقع إنه يتغير لأقل من 60% لصالح الآلات في وقت قريب جدا. طب نيجي بقى لأهم سؤال في الحلقة واللي هي مبنية عليه أصلا، هل من الممكن إن الآلات أو الذكاء الصناعي يتقلب في يوم من الأيام عن البشر؟ ستيفن هوكينج العالم الفيزيائي المشهور بيقول إن الذكاء الصناعي هو اللي هيعلن نهاية البشر، يعني هو اللي هيصفر وينهي الماتش في الآخر. وفي سنة 2020 وتحديدا 8 مارس نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقال كتبه وحرره بشكل كامل إنسان آلي، بيلقب بالروبوت GPT-3. أيوة زي ما سمعت، نفس فكرة عمل محرك البحث الجديد واللي هو شات GPT. المقال اللي نشره الروبوت ده بيقول: أنا ببساطة لا أفكر في العنف البشري لأكون مهتما به، وأنا لست شريرا بشكل ذاتي، فلماذا يصاب البشر بالذعر مني أو يشنون حربا ويقتلونني؟ الهدف الأساسي من المقال ده هو إن الروبوت GPT-3 يقنع البشر إنهم ما يخافوش من سيطرة الذكاء الصناعي عليهم. وفي ناس شافت إن اللي قاله الروبوت مقنع جدا، لأن فكرة الشر أصلا هي فكرة بشرية، بينما في ناس تانية بتقول إن ذكاء روبوت زي كده وقدراته ورأيه في البشر ده لوحده شيء مرعب. فهل فعلا هنعيش فيلم الماتريكس، ولا الذكاء الصناعي هيكون مجرد تكنولوجيا جديدة في حياتنا هنتعود عليها زي ما كل حاجة حوالينا دلوقتي؟ والإجابة عن السؤال ده هتكون في المستقبل القريب إن شاء الله. كان معكم محمد صلاح، السلام عليكم.